السلام عليكم حبايبي ومتابعيني الكرام، يا هلا ويا مرحبا بكم. شلونكم؟ عساكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله يا رب يعجبكم. كالعادة يا سادة خلونا ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى حلول محرم الحرام، وذكرى فاجعة أهل بيت النبوة، ذكرى فاجعة الحسين وعياله عليه وعليهم السلام. طبعا حابة اليوم أنزل لكم هاي الفطائر. أكيد هم تنفعكم، اللي حاب يسوي مثلها توزيعات مثلا، يضاعف الكمية، يقلل حجم الفطائر ويسويها توزيعات. أنا سويتها يعني إن للبيت، بس نزلتها بالقناة كفكرة. مثل ما شفتوا أنا كنت محضرة الخضار اللي هو البصل والجزر والبوتيتا، وهنا حبايبي حمست اللحم بهالطريقة هاي. وشوفوا البصل والجزر والفلفل. طبعا البوتيتا راح أحمسها على صفحة يعني، أو لا يعني البوتيتا هاي اختيارية، إذا تحبون تخلوها أو ما تخلوها. أنا هنا ما خليت بوتيتا، العفو يعني نسيت، ردت أقول فلفل. المهم حبايبي، طبعا أنا عاجنة العجينة مال الفطائر على صفحة. هنا أكمل الحشوة، أحمسها ويا هاي الخضروات، طبعا مثرومة بشكل ناعم. أكيد راح أضيف لها توابل، وأكيد قلت لكم العجينة عجنتها يعني من قبل تقريبا ساعتين، تركتها حتى تختمر على راحتها. التوابل حبايبي اللي راح استخدمها بهارات هاي مال جدر يعني العادية، فلفل اسود، كمون، شوية بابريكا ودارسين، وشنو بعد، ملح، واي بهارات كبة يعني تكون بيها نكهة طيبة. يعني اي بهارات عندكم عادي ممكن تخلون، بس انا يعني هي هاي المكونات اللي استخدمتها. فهنا خليت البهارات والملح على الحشوة، وراح أحمسها بهالشكل هذا. طبعا هسه هي مستوية وجاهزة، فهنا نحمسها كل زين وكلش كافي. لا أنا قلت لكم ما خليت بوتيتا، صراحة بنات تلخبطت يعني، بس لا أنا هم حامسة بوتيتا على صفحة. طبعا ثارمتها كلش ناعمة، وضفت كرفس هم، هاي آخر شي، لأن البوتيتا بنات قليتها على صفحة، والكرفس يعني فريش، مو مجرد هيك ثرمته بإيدي وضفته على الحشوة بهالشكل هذا. نحمسها هاي الحمسة البسيطة، ونخلي الملح والبهارات والمنكهات كلها تتلابس مع بعض. حشوة كلش بسيطة بنات، إذا تحبون تسووها بالدجاج أو تحبون تسووها باللحم. طبعا عجينتي مختمرة كانت كلش هواية، بس أنا ما صورتها لكم. هي عبارة عن شوية زيت وطحين وملح، رشة خمرة ورشة شكر. طبعا كورتها بهالشكل هذا، وهسه ارتاحت عندي العجينة. راح أبدي أفردها بهالشكل بنات على شكل طولانية. قلت لكم إذا تحبون تسووها يعني من ضمن سلسلتكم يعني توزيعات بشهر محرم، انتو يعني ممكن انه تضاعفون الكمية مال العجين مال الحشو، وممكن انه تصغرون حجم الفطيرة. يعني أنا هسه شوفوا هنا عندي ترى هاي تقريبا بعرض الكف، يعني تطلع قد الكف أو أكبر، وراح أتركها إلى أن شوية تتخمر طبعا حتى أدخلها للفرن. شوفوا بنات قفلتها بهالشكل هذا، مثل ما قلت لكم سويتها على شكل طولانية أو أسطوانية، وخليت الحشو هم بالطول، وسويتها بهالشكل هذا. شوفوا لي هنا طبعا أنا مسوية 4. هاي أول صينية راح أدهنهم بالزيت فقط، أو إذا تحبون زيت وحليب، أو إذا تحبون بيض، انتو شنو اللي تحبون ممكن تضيفوا. فهنا أنا إيش راح أسويها، دهنتها بالزيت
وأكيد راح أرش الوجه مالتها بالسمسم. شوفوا بهالشكل هذا بنات، هذه الحجم مالتها حتى أكبر من الكف مال الإيد، يعني شلون كأنما دا تاكلون صمون يعني، وبداخله لحم، بداخله حشو، يعني هيك صارت. فهسه رشيناها بالسمسم، راح أتركها شوية وبعدين أدخلها للفرن. طبعا الفرن مشغلته من قبل 10 دقائق، خليته يحمى كل الزين، أدخل الفطائر إلى أن تستوي. وهنا شوفوا لي الفطائر مالتنا شلون استوت وشلون صارت. والله بنات عبالك صمون، هذا الصمون الكهربائي أو صمون فينو وداخله حشو. وهنا من بعد ما بردت شوية، طبعا لا والله هواي طولت، يلا بردت، كانت حارة كلش. شوفوا لي الحشوة بنات تنفعكم كلش هواية بالتوزيعات للأطفال بالأيام العادية، يعني قلت لكم كفكرة حبيت أنزلها لكم، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. وهنا طبعا كنا طالعين أني وأبو حسوني والجهال، طلعنا هذا الشارع يمنا اللي هو شارع المواكب. شوفوا لي هنا المواكب ما شاء الله. طبعا هذا كان هاي المواكب كانت يعني من قبل 2-3 هم باشروا بيها أهل المواكب، فهنا المواكب مفتوحة. وطبعا اليوم ما شاء الله تجنن، توزيعات خير من الله، كلها من بركات الحسين، من بركات أهل بيت النبي عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا شوفوا لي بعدنا مستمرين نصور. وصلنا وياكم حبايبي نهاية الفيديو، مع السلامة.